فكره عشان بس الناس مسكتني هرتني. انت يوم ما عرضت هنا الواقعه سمعنا ما كانش في صوت. بالظبط، فما سمعناش السب. تاني حاجه هو ما ينفعش يتذاع، معلش، بس احنا ما شفناهاش لان احنا أيوة صح. يعني احنا اهو والله الموبايلات بتاعتنا مقفوله. انت كلمتني وقلت لي انا ما خدتش بالي من الفيديو. لا هو ما حدش شاف اصلا، والفيديو لما اتذاع انا ما شفناش القلم. ايوه صح، واخد بالك؟ وبعدين برضو من خلال الكلام دوت انا بوجه رساله لحسين الشحات. يا حسين، انت اللعيب الوحيد اللي في مصر دلوقتي اللي في قمه سعادتك ومستواك، وانت الوحيد اللي بره الانتقادات الفتره الاخيره دي بدايه من الدور الثاني. حقيقه. واخر فتره انت مجدد بمبلغ خيالي في النادي الاهلي. تاني حاجه في ماتش الزمالك جايب جونين اللي هو في اكبر نادي بعد النادي الاهلي. يعني الامور كلها ماشيه معاك. انت بتقول حاجه، اصل هو شتمني بوالدتي ومراتي، صح؟ محدش سمع، دي اول حاجه. يعني محدش من الجماهير سمع، ماشي. انت رحت عملت الفعل ده، لو انا منك بقى وكنت اقف جنبك ما اروحش اعتذر طالما ان هو شتم ماما والحاجه ومراتي، لا ما اروحش اعتذر. حتى لو هتوقف 6 شهور، حتى لو هتخصم مني 5 مليون جنيه مش 500,000. مش هو شتم اهل بيتك؟ انت راح تعتذر ليه؟ وطبعا سيبك بقى من المطبلاتيه اللي بره، اصل هو شتم هو مش لا. دي حاجه. تاني حاجه، جمهور الاهلي ما بيسيبش حد في حاله، صح؟ انت دلوقتي الراجل وانت قلتها امبارح، الراجل غلط وعمل كده، صح؟ طب وانت عارف ان جمهور الاهلي قال له ايه؟ ما جمهور الاهلي بيمسك رمضان صبحي شتيمه من اول مباراه لاخرها وبالفاظ، وارجع للفيديوهات وعبد الله السعيد والناس دي. مش كمان ما توقفش للجمهور، بلاش السلام الوطني. وهو بيبدا في غلوشه بتبقى على السلام الوطني، وقلنا ساعتها يا تلغوا السلام الوطني يا اما الناس تحترم نفسها. حصل؟ واخد بالك؟ فانت خايف تعاقب النادي الاهلي وجماهيره وراح تقول لا اصل هو الراجل عمل كده. طب ما تشوف المدرج قال له ايه؟ ما ترجع زي ما انت بتطالب يتوقف الواد، يتوقف، وفي نفس الوقت اوقف الجماهير. قول في مثلا الماتش اللي جاي من غير جمهور عشان برضه يحترم نفسه، عشان يبقى في انضباط في الملاعب. انما انت لا، مفيش الكلام ده خالص. واخد بالك؟ وكلمه النادي الاهلي وجماهيره سايده فوق اي حد، عشان كده مش هيبقى في عندك كوره. بس النادي الاهلي يعني اثبت في واقعة حسين الشحات ان هو فعلا فوق المنظومه. كشف القرارات بالظبط، كشف المنظومه. انا بقول لك القرار اللي خده محمود الخطيب بتغريم حسين الشحات نص مليون جنيه. بص، انت دلوقتي كابتن محمود الخطيب لما جه العقوبه بتاع الكهرباء، اول واحد قال لك لا احنا مش موافقين عليها، صح؟ المليون جنيه وال 12 مباراه، صح. لما لقى العقوبه بتاعت حسين الشحات، السب ثم الضرب بالقلم ثم ان مفيش مبرر ليك يا حسين، انت المبرر الوحيد اللي يعني لا احنا سمعنا شتيمه وبعدين انت نازل اصلا متضايق ومش في حالتك عشان قاعد احتياطي، ثم جالك ضربه جزاء انت اللي جايبها وضيعتها. فمهما كان ما يحصلش منك التصرف ده، واخد بالك؟ فقولت بقى لما الرابطه تدي 20,000، انتوا خايفين ليه من النادي الاهلي؟ اذا كان النادي الاهلي ادى 200,000 ده قبل الكابتن الخطيب ما يدي، واخد بالك؟ لا قول 8 ماتشات، واخد بالك؟ هو قال لك حسب اللائحه. لائحه ايه؟ تخيل انت بقى لو واحد من بيراميدز هو اللي ضرب لعيب من الاهلي، كان هيترحم. يعني حط الشيبي ده هو اللي ضرب حسين الشحات، اقسم بالله ده كان اتحكم عليه ما يقعدش في مصر ولازم يترحل، وكان هيحصل الكلام ده وهيتفسخ عقده والكلام. لا، بص، من اساسيات اي منظومه ناجحه العدل. احنا بصراحه نفتقد العدل. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. الكابتن رضا عبد العال دايما رايه مختلف، دايما بيخرج عن الطبيعي، بيتكلم في تفاصيل صغيره جدا. وقال لك ايه الداعي يا حسين يا شحات انك تعمل كده؟ مفيش اي حاجه تدعي ان حسين الشحات ينفعل الانفعال ده ويغلط الغلط ده وسب وقصف وضرب ودخلت نفسك في موضوع كبير. ليه؟
ورضا عبد العال اشار لي نقطه مهمه جدا، ان احلى فترات حسين الشحات في تاريخه هي الفتره اللي حاليا اللي هو بيعيشها دلوقتي، واخرهم مباراه القمه وجايب هدفين وكل حاجه ماشيه عالي العال. في تفاصيل جوه حسين الشحات هي اللي خليته يعمل كل ده. اولا الموضوع مش مستاهل وانت فايق ورايق والدنيا ماشيه معاك. ورضا عبد العال برضو اشار لحاجه مهمه جدا، قال لك اقل لعيب انتقادا هو حسين الشحات، اللي بالعكس انت عمال بتتكلم عليه صاحب مستوى ثابت بقاله فتره. ما علينا، حصل اللي حصل تحت اي ظروف يعني. الراجل كان متضايق، كان متنرفز، كان على احتياطي زي ما رضا عبد العال، اي ظروف يعني. لكن هنا العقوبه بتاع اللي اتكلم عليها رضا عبد العال حاجه مهمه جدا جدا جدا، واتكلمنا عليها. قلنا لو في ايد من حديد هتخلي الموضوع يهدى. لو ايد من حديد ده ملوش دعوه باهلي او زمالك. انت في موضوع صاير للجدل، انت كراجل الحاكم بامر الله في النقطه دي لازم تاخد القرار المناسب علشان ما تخليش اي حد تخرز اللسنه بالبلدي كده. وكمان استشهد بالتاريخ، استشهد بعقوبه شيكابالا، استشهد بعقوبه كهرباء، استشهد بعقوبه نبيل عماد دونجا، استشهد باي عقوبه ودي ولا يهمك. اهلي بقى زمالك حسين الشحات. ورضا عبد العال قال لك حاجه مهمه جدا، قال لك يعني تخيل ان لاعب بيراميدز هو اللي عمل كده هذا الحرب قامت. فتحس ان العقوبه على المزاج، تحس ان العقوبه على الكيف. لا رضا عبد العال النهارده كان متالق، النهارده قال يعني نوهنا لشويه تفاصيل في الحلقه مهمه جدا جدا. بس هو في الاول وفي الاخر هو قال كلمه حلوه، العدل في الحياه، العدل في الكوره، العدل هو سمه الحياه. وطول ما في عدل في احترافيه، ودينا شفنا الدوري الانجليزي واحسن دوريات العالم بس عشان في عدل ملوش علاقه باي حاجه ثانيه اخرى. الصغير زي الكبير لازم تلاقي منظومه ناجحه.